هنا الشرطة كلها كانت في حالة لخبطة، لأن على حسب كلام محمود جوزها التاني كانت اسمها فاطمة، والبنت الصغيرة بتقول إن هي اسمها فاطمة، إنما الزوج الأول اللي ليها بيقول إن اسمها غنيمة. الضابط هنا راح لرئيسه في الاسم وقال له، قعد يحكي له القصة كلها بالتفصيل من غنيمة لفاطمة البنت الصغيرة اسمها سلمى، واللخبطة اللي مش راضية تخلص. الضابط الكبير قعد يفكر شوية وقال ممكن يكون عندها هويتين، بطاقتين يعني مختلفتين، وعاشت حياتها بوشين. الضابط فكر في الموضوع وقال والله كلامك صحيح يا باشا، خصوصا ان اهل القرية كانوا ساكتين ومش عايزين يتكلموا عن حياتها، ممكن تكون فعلا مختفية من زمان. هنا قرروا يستدعوا أبو غنيمة الأصلي اللي هو أبوها الحقيقي. بدأ يستجوبوه بشدة وقالوا له اتكلم يا راجل، فين بنتك غنيمة؟ لكن الأب فضل ينكر ويقول معرفش والله فين. بعد محاولات كتيرة ما وصلوش لأي حاجة معاه، فقرروا يسجلوا القضية ضد مجهول. لكن في يوم راجل فلاح بسيط جه الاسم وقال إنه عنده معلومات جديدة. في يوم من الأيام لما جه الراجل دوت طلب يقابل الضابط، ولما قعد معاه قال له يا باشا انا سمعت انكم بتدوروا على سلمى وناس كتير مش عارفه تديكم اجابه واضحه، انا عايز اقول لكم الحقيقه كلها عشان اريح ضميري. الضابط هنا قال له لو كلامك مظبوط ومش هتضيع وقتنا اتفضل اقعد وقول لي اللي عندك. الراجل هنا بدأ يحكي. يا باشا الحكايه بدأت من عند عبد اللطيف ابو سلمى. عبد اللطيف كان راجل بسيط لكن ربنا كرمه بميراث كبير وأراضي، وقرر يشتري مخبز عشان يشتغل فيه. بعدها اتجوز واحدة اسمها حليمة، جاب منها بنت سماها سلمى. مرت السنين لكن المشاكل كانت بتحصل كتير بينهم، وكل مرة الأهل كانوا بيحاولوا يصلحوا بينهم، بس المشاكل كانت بترجع مرة تاني. في يوم من الأيام المشكلة كبرت جدا لدرجة إن صوتهم وصل للشارع كله، وعبد اللطيف صرخ في حليمة وقال لها اطلعي بره، اطلعي بره البيت وسيبي ليا بنتي، أنا أربيها، أنا اللي هربيها والقانون بصفي. حليمة مضطرة سابت البيت ورجعت لأهلها، وبعد فترة أهلها جوزوها واحد تاني عشان تنسى وتعيش حياة جديدة. بعدها بسنة عبد اللطيف اتجوز واحدة صغيرة في السن اسمها سارة، ومن أول يوم سارة كانت في مشاكل مع سلمى، والبنت ما كانتش بتتقبلها أو بتحترمها. عبد اللطيف دايما كان بيجي في صف سارة. في يوم سلمى لبست حاجة من هدوم أمها القديمة. هنا زعلت عليها سارة وقالت لها ليه بتلبسي هدوم أمك القديمة دي؟ فالبنت ردت عليها بغضب دي هدوم أمي وأنا حرة ألبسها في أي وقت. بعد الخناقة دي سلمى زعلت وطلعت من البيت وراحت على المخزن اللي قدام المخبز، وكان الوقت متأخر والعمال كانوا قفلوا المخبز ومشوا. أنا ساعتها كنت موجود في المخزن، سمعت صوت وهي بتبكي، فاستغربت ورحت أشوف مين اللي بيعيط. لقيتها سلمى بنت عبد اللطيف. سألتها إيه اللي مزعلها، وكنت حاسس إن هي محتاجة تتكلم وتفضفض، وفعلا حكت لي عن المشاكل اللي بينها وبين سارة، وعن فقدانها لأمها، وعن اللي بتعانيه من ظلم أبوها ليها. من ساعتها سلمى ارتاحت ليا جدا، فضلنا نتقابل في المخزن كل يوم تقريبا في نفس الوقت وفي نفس المكان، وكانت بتحكي لي عن مشاكلها. وفي يوم اتأخرت سلمى عن الميعاد اللي اتفقنا عليه، أنا قلقت عليها وفضلت مستني لكن برضه هي ما جاتش. بعد كده بكام يوم ظهرت فجأة في المخزن وكانت متضايقة جدا، وحكت لي إن أبوها كان ضربها ضرب كبير جدا بسبب كلام سارة اللي قالت لي إن هي بتخرج تقابل شباب من وراه، وإنه منعها من الدراسة كمان عشان ما حدش يتكلم عليها أو يجيب سيرتها. استمرت سلمى تيجي المخزن عشان تحكي لي عن معاناتها، وكل مرة كنت بحاول أطمنها وأقول لها إن كل حاجة هتتحل، لكن للأسف مع الوقت مشاعرنا اتغيرت وحصل بينا المحظور أكتر من مرة. بقينا نقابل بعض في السر لحد ما في يوم واحد من العمال شافنا مع بعض. هنا العامل اتوقف عن الكلام وبدأ عليه الندم وقال لعلي انا جيت اقول لك الحقيقه وادفع عني الذنب اللي انا عملته، لان اللي حصل بينا
ما كانش صح. الضابط هنا اللي اسمه علي بقى مستغرب وحاسس ان القصة اكبر من اللي سمعه. قرر يكمل التحقيق عشان يوصل للحقيقة الكاملة. في يوم من الايام عبد اللطيف ابو سلمى عرف ان في علاقة بيني وبين بنته. طردني من شغلي في المخبز. من ساعتها ما عنديش اي فكرة ايه اللي حصل معاه، بس سمعت ان عبد اللطيف جاب حارس جديد للمخبز. الحارس ده كان معروف بسمعته الوحشة وسلوكه اللي مش كويس. الحارس ده بدأ يطلع إشاعات في الحتة إن سلمى بنت عبد اللطيف بتقابله في السر، وإن علاقتها بيه مش كويسة. الكلام ده اتنشر بسرعة، وأهل القرية قرروا يقطعوا مخبز عبد اللطيف عشان سمعته الزفت وسمعة بنته. عبد اللطيف حاول يقنع الناس إن الكلام ده كله كذب وإن بنته شريفة. فضل يحلف ويقول والله العظيم بنتي طاهرة ومحدش لمسها، بس أهل القرية ما صدقوش كلامه وقالوا له لو الكلام ده صح لازم تثبته لينا. وقتها عبد اللطيف قرر يجيب داية تكشف على بنته عشان يثبت ليهم شرف. لكن أهل القرية قالوا له إحنا مش هنصدقك لو جبت داية أنت اللي مختارها، ممكن تديها فلوس وترشيها. وفي الآخر اتفقوا إن أم سلمى اللي هي حليمة اللي كانت متبرية منها هي اللي تكشف عليها عشان ما تبقاش متحيزة. عبد اللطيف رغم توتره وافق. حليمة فعلا جت بعد السنين دي كلها وفحصت بنتها، ولما خلصت الفحص طلعت وقالت قدام الناس بنتك ما بقتش بنت. بعد كلام حليمة عبد اللطيف كان في قمة الإحراج من اللي قالته. أهل القرية كلهم بدأوا يضغطوا عليه إنه يقتل بنته عشان يسترد شرفه، وبكده ترجع تجارته وتزدهر والناس تشتري منه تاني. عبد اللطيف ما كانش قادر يعمل كده، وكان في جزء منه خايف من الشرطة، وجزء تاني ما طوعوش قلبه إن يقتل بنته، خايف من ربنا. في الآخر عبد اللطيف حبس سلمى في المخزن اللي قدام المخبز. مخزن مقفول وضلمة، كان بيدخل ليها أو بيدخل ليها وجبة واحدة في اليوم ومية. بس بعد شوية عبد اللطيف مرض، ما بقاش قادر يهتم بيها بنفسه. ساعتها مراته الجديدة اللي اسمها سارة هي اللي كانت مسؤولة عن أكلها، بس كانت بتيجي بالمأكولات قدام سلمى تأكلها كلها قدامها وتسيبها، أو هي تاكلها منها وتسيبها جعانة. أنا حسيت بالذنب عشان سلمى اتحبست بسببي. قررت أطمن عليها. في ليلة من الليالي رحت للمخزن، فضلت أنادي عليها بصوت واطي سلمى سلمى أنا هنا، لحد ما ردت عليا بصوت ضعيف وقالت ليا إن سارة كانت بتسيبها من غير أكل كمان بتعذبها. هنا قررت أساعد سلمى وابتديت أجيب ليها أكل في السر عشان ما تموتش من الجوع. بعد ما بدأت ترجع لقوتها قالت لي إنها عمرها ما هتسامحني إلا لو ساعدتها تهرب من المخزن. جبت ليها حبل وهي ربطت طرفه في ايديها وانا مسكت الطرف التاني، وفضلنا نحاول لحد ما كسرت الشباك الخشب. هنا هي اتسلقت ونزلت وهربت. بعد كده الضابط هنا عرض عليا صورة أو عرض عليه صورة جثة وسألني دي سلمى. بصيت للصورة افتكرت الذكريات وقلت أيوة دي سلمى، وفيه وشم على دقنها وتبينها زي ده. الضابط بدأ يفكر وقال لنفسه أكيد أهلها مش اللي قتلوها، لو كانوا عايزين يخلصوا منها كانوا عملوا ده من زمان. استنتج هنا إن سلمى هربت بره القرية، وأول مكان ممكن تروح ليه كان بيت اللي هو الشمال عشان تعيش. هنا الضابط أمر رجال الشرطة إن هم يدوروا عليها في كل بيوت الشمال والملاهي الليلية في المنطقة. وفعلا بعد فترة طلعت واحدة في الأربعينيات وقالت ليهم أيوة أعرفها، بس اسمها كان فاطمة. وبكده بدأت الشرطة تجمع باقي الخيوط وتكتشف القصة الحقيقية لسلمى. سلمى بعد ما دخلت في حياة محمود اللي كان عنده الجنسية الفرنسية بيجي الملهى دوت كتير، قدرت تخليه يتعلق بيها وقالت له إنها نفسها تسيب الشغل ده وتبدأ حياة جديدة عشانه هو. وبسبب حبها ليه يوم بعد يوم حبت توهمه إنها بتضحي عشانه. وفي مرة جت ليه وقالت إن هي حامل منه، وطبعا كانت بتكذب. جابت ليه تقارير مزورة تثبت حملها. محمود عشان خايف على سمعته قرر يتجوزها. ومع الوقت سلمى بدأت تسيطر عليه.
وطلعت هي المتحكمة في العلاقة لأنها كانت شخصية قوية وهو كان ضعيف. بس بعد فترة محمود تعب منها وزهق، قرر يطلقها ويتخلص منها. المشكلة إن سلمى كانت شافت عبد القادر جوزها الأول اللي شك فيها، وبقى شبه متأكد إن هي شغالة في الملهى ده وشغالة في الشمال، لأنهم اتقابلوا بالصدفة في الملهى ووشهم كان في وش بعض. لما علي الضابط علي اكتشف الموضوع ده، عرف الكلام ده، اتعصب وقال للست اللي كانت بتحكي ليه ما قلتيش الكلام ده من الاول، كنا خلصنا من التحقيق من بدري. ردت عليه الست وقالت كنت خايفه يا فندم، خايفه انكم ما تصدقونيش وادخل نفسي في دوامه كبيره، بس لما شفت صوره راس سلمى بقى ضميري يأنبني وحلمت بيها في كوابيس، فقلت ان دي فرصتي واتكلم واقول الحقيقه. الضابط علي هنا قرر يستدعي عبد القادر اللي كان بقى هو المتهم الاول في القضيه. الضابط المره دي ضغط عليه جامد في التحقيق وقال له احنا عارفين انك قتلت طليقتك، اتكلم واعترف، لاننا لو كملنا تحقيق بطريقتنا هيبقى الموضوع اسوأ بكتير مما تتصور. عبد القادر وهو مرعوب قال ايوه انا اللي قتلتها، لما اكتشفت ان هي شغاله في الشمال وكذبت عليا اتحطمت من جوه، بقيت كل يوم اسال نفسي البنت الصغيره دي بنتي فعلا ولا لا. كنت خلاص اتجننت من التفكير، حسيت ان فاطمه كانت بتكذب عليا طول الوقت ده، وان هي كانت عايشه في الشمال دي حتى وهي على ذمتي. حكى هنا عبد القادر انه في يوم استدرج سلمى عشان يتكلموا وراح معاها لحديقه قريبه من المدافن، وهناك قرر يغسل شرفه بايده. لما ضربها وفصل راسها عن جسمها حاول ياخد الجثه ويرميها جوه المدافن، لكن السور كان عالي جدا والبوابه مقفوله فما قدرش يدخل. قرر يرمي جثتها او جسمها من فوق السور. فعلا الجسم وقع جوه، لكن الراس لما رماه اتعلق في الحيطة ووقع بعيد عن الجسم في منطقة تانية بره المدافع. عشان يبعد الشك عنه رمى إزازة خمرة جنب الراس ديت عشان يظهر إن اللي عمل فيها كده زبون من زباينها، وبكده انكشفت أغرب جريمة شرف شافتها البلد في الوقت ده، وكانت النهاية صدمة للجميع. هي مين فيهم؟ وهنا خلصت قصتنا، وقبل ما خلص القصة طبعا اتحكم عليه بالإعدام. وهنا خلصت قصتنا، وقبل ما تخلص قصصنا القصص اللي جاية كتيرة ومشوقة. أرجو إن أنتوا تكونوا دايما متابعين معايا، وكان معاكم عمرو سليمان، وفي أمان. مع السلامة.